بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق سأبدأ من حيث توقفت حتى نستفيد من الوقت. أستاذنا الدكتور سيف أشار إلى ما يتعلق بالأطر النظرية لمفهوم الاستراتيجية، ولن أقدم بعد ما قدم أستاذنا الدكتور، لأنه أشار إلى مجموعة من الأركان شديدة الأهمية، ما يتعلق منها بالعقل والإدارة والإرادة، وما اسمه أيضا ثنائية إرادة الإدارة وإدارة الإرادة. وأيضا من المهم في هذا المقام الإشارة إلى أن أستاذنا الدكتور سيف منذ أكثر من 7 سنوات، وتحديدا منذ عام 2015، وهو يتحدث عن العقل الاستراتيجي للأمة. والعقل الاستراتيجي للأمة أيضا ليس وليد هذه السنوات ال7، ولكن هناك عمل شديد الأهمية يصدر منذ عشرات السنوات عن مركز الحضارة للدراسات الاستراتيجية بعنوان تقرير الأمة، ويصدر بشكل سنوي يتناول عالم الأفكار وعالم المؤسسات وعالم الأحداث تحت إشراف أستاذتنا الدكتورة نادية مصطفى، بارك الله لنا في عمرها وعلمها وعملها. أيضا فيما يتعلق بدوائر هذه إدارة العلاقات الدولية لتركستان الشرقية، هناك مجموعة من الدوائر الأساسية. الدائرة الأولى هي دائرة الجوار الجغرافي، دائرة الجوار الجغرافي. ودائما دائرة الجوار الجغرافي تربط الدولة بالعديد من القضايا والعديد من المكونات، فهي تربط الدولة بجوارها تاريخيا، تربط الدولة بجوارها جغرافيا، تربط الدولة بجوارها أيضا عرقيا وفكريا، وتربط أيضا هذه الدولة بجوارها كذلك فيما يتعلق بالمصير المشترك والتحديات المشتركة وغير ذلك من أبعاد. فيما يتعلق بتركستان الشرقية كما هو معروض أمام حضراتكم على الخريطة، هناك مستويين شديد الأهمية. المستوى الأول هو مستوى دول الجوار الجغرافي التي تحيط بتركستان، والمستوى الثاني شديد الأهمية هو مستوى الأقاليم التي تنتمي إلى جمهورية الصين الشعبية. وبالتالي عندما نفكر في إدارة علاقات دولية لدولة تركستان الشرقية في إطار جوارها الجغرافي، لابد أن نتحرك وفق هذين المستويين: إدارة علاقات عبر دول جوار، وإدارة علاقات عبر أقاليم تابعة لدولة جوار. فعندما نتحدث عن دول الجوار من واقع الخريطة، نتحدث عن روسيا الاتحادية، نتحدث عن كازاخستان، نتحدث عن قرغيزستان وطاجكستان وأفغانستان وباكستان. ولكن هنا تقع الهند وتم التعامل معها باعتبارها إطاراً ثانياً، يعني أتحدث عن إطارات. الإطار الأول أنا أتحدث هنا عن كشمير باعتبارها كشمير والتبت ومنغوليا باعتبارها أقاليم شديدة الأهمية في إطار خطة استراتيجية لعلاقات دولة تركستان. ولكن كدول لدينا مجموعة دول الجوار الجغرافي: الصين كما هو واضح أمام حضراتكم، الصين باعتبارها دولة جوار. وهنا الأمر الذي أشار إليه كل المتحدثين في الجلسات السابقة، نحن نتحدث عن تركستان الشرقية باعتبارها دولة تحت الاحتلال، وليس باعتبارها إقليما تابعا لدولة، لأن المنظور يختلف بالكلية. الدولة تحت الاحتلال، إذن دول للجوار لدينا الصين، لدينا باكستان، لدينا أفغانستان، لدينا طاجكستان، قرغيزستان، كازاخستان وروسيا. هذه الدول ترتبط مع تركستان الشرقية، بعضها يرتبط بالدين وبعضها يرتبط بالعرق، التاريخ، الجغرافيا، المصير المشترك وما يفرضه من فرص وتهديدات. ثم الأقاليم المجاورة، نتحدث عن منغوليا ونتحدث عن التبت ونتحدث عن كشمير، وبعضها أيضا هناك امتدادات، إما امتدادات عرقية أو امتدادات في المصير المشترك بين تركستان كدولة وبين بعض هذه الأقاليم التي أيضا تسعى للتحرر والحصول على الاستقلال في مرحلة من مراحل تاريخها المعين. النطاق الثاني أو ما أسميه بالدائرة الآسيوية، وهي الدائرة الثانية التي تأتي بعد دائرة الجوار الجغرافي. والدائرة الآسيوية تربط تركستان بملفين شديد الأهمية: ملف الدين وملف العرق. وأتحدث هنا عن 5 دول أساسية: تركيا، تركمانستان، كازاخستان، أذربيجان، إيران. هذه الدول ال5 ليست دول جوار جغرافي مباشر بتركستان الشرقية، ولكنها تمثل الدائرة الثانية أو الإطار الثاني من دوائر الحركة شديدة الأهمية في بناء علاقات استراتيجية لتركستان الشرقية.
نتحدث مع تركيا ومع تركمانستان مع كازاخستان مع أذربيجان وأيضا مع إيران عن امتدادات، لأن في الأخير تركستان الشرقية تقوم على مجموعة من العرقيات، بعضها لديها امتدادات في إيران، في أذربيجان، في كازاخستان، في تركمانستان، في تركيا. وبالتالي إدارة الملف مع هذه الدول من وجهة نظري في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على أن هذه الدول الخمس تشكل الدائرة الثانية من دوائر الحركة الاستراتيجية. الدائرة الآسيوية أو النطاق الثالث، والنطاق الثالث ينقسم أميز فيه بين مجموعتين من الدول، مجموعة ما يمكن تسمية دول إسلامية آسيوية شديدة الأهمية مثل بنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا، ومجموعة دول أيضا آسيوية ولكنها تصنف في إطار منافسي الصين. وبالتالي إدارة العلاقات مع هذه المجموعة، مع هاتين المجموعتين، مجموعة الدول الإسلامية ولدينا حضور شديد الأهمية من هذه الدول الثلاث بنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا اليوم في هذه القاعة، ثم مجموعة منافس الصين في آسيا، نتحدث عن الهند، نتحدث عن كوريا الجنوبية، نتحدث عن اليابان. الهند وكوريا الجنوبية واليابان ترتبط بعلاقات شديدة الأهمية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم النظر إليها أيضا على أنها يمكن أن تكون أدوات استراتيجية في إدارة صراع دولي بين كتلتين كبيرتين، الولايات المتحدة غربا والصين الشعبية شرقا. وبالتالي هنا يكون من المنطقي والمقبول كيف تفكر دولة تركستان الشرقية كدولة مستقلة في إدارة علاقة تنافسية بين هذه الأطراف. الدائرة الإسلامية بعد كل هذه الدوائر الآسيوية نتحدث عن دائرة إسلامية تشمل ترتبط أيضا مع تركستان بمجموعة. هناك أيضا في إطار الدائرة الإسلامية بعد هذه الدول دائرة المشرق العربي، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، ثم شبه الجزيرة العربية، دول المجلس التعاون الخليجي الست ومعها اليمن، ثم دائرة أخرى. وهذه الدول ترتبط مع تركستان بعامل الدين أو بالمتغير الديني، ثم الدائرة الإسلامية النطاق الثالث الذي أيضا ترتبط فيما يتعلق بالدين بمسلمو أفريقيا شمالها وشرقها وجنوبها وغربها. للوقت هناك ملاحظات بجانب طبعا إدارة العلاقة مع المنظمات الدولية، سواء كانت منظمات عالمية أو آسيوية أو دول، من خلال بناء خريطة الدول المختلفة، سواء خريطة دول الحلفاء أو دول الأعداء أو الدول المحايدين. في الأخير هناك مجموعة من الملاحظات من وجهة نظري أراها شديدة الأهمية. الملاحظة الأولى أن إدارة الصراع من جانب تركستان في مواجهة الصين لا يجب أن يكون فقط من منظور أنه حلقة من حلقات المواجهة المفتوحة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من منظور أن هناك دولة محتلة منذ عام 1949 وتسعى للحرية وحق تقرير المصير، مستفيدة من الظرفية الدولية والإقليمية وما تشهده من تحولات وما يمكن أن تفرزه من فرص وتهديدات. لا يجب النظر إلى قضية تركستان الآن أنها حلقة من حلقات الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية، ولكن باعتبارها في المنظور الاستراتيجي دولة تحت الاحتلال منذ 1949 تسعى لحقها في تقرير مصيرها كمعظم دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي حصلت على الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هناك إشكاليتين أو ثنائية في غاية الأهمية والخطورة. الثنائية متعارضة. هل يتم، ومنتهى التركيز، هل يتم توظيف التركستانيين كأداة وظيفية في الصراع على قمة النظام الدولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية بما يتفق والمصالح الاستراتيجية الأمريكية على حساب المصالح الصينية؟ هذا بند. يقابله بند آخر لا بد أن تتم الإجابة عليه بمنتهى الوضوح. أم يقوم التركستانيون بتوظيف الصراع على قمة النظام الدولي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لصالح قضيتهم المركزية؟
المقارنة بين هذه الثنائية في غاية الأهمية لضبط بوصلة إدارة الصراع وإدارة المعادلات الدولية. بمعنى مستفيدين من تجربة الحرب الباردة من 1945 إلى 1991 كان هناك نظام ثنائي القطبية، الاتحاد السوفيتي في الشرق، الولايات المتحدة في الغرب. استمرت الحرب الباردة لمدة 45 عاما، كانت المحصلة حصول 5 دول ذات أغلبية إسلامية على استقلالها سنة 1991. هل يمكن أن يفكر التركستانيون في الاستفادة من خبرة الحرب الباردة الأولى 45-91 في إدارة الحرب الباردة الثانية التي يمكن أن تنشأ بين الصين والولايات المتحدة في الحصول على هدفهم الأكبر وتحقيق حلمهم الكبير في الاستقلال؟ هذه أيضا إشكالية تحتاج إلى ضبط في التفكير. ملاحظة ثالثة وهي إشكالية الاستقلال والانفصال، وهو تحدي في غاية الأهمية. بمعنى البعض يثير هل عندما نتحدث عن تركستان نتحدث عن استقلال أم نتحدث عن انفصال؟ وهذه الثنائية تشكل فزاعة حقيقية في تعاطي بعض الدول مع القضية التركستانية. لماذا؟ لأننا عندما نتحدث عن انفصال تثار قضية الأقليات، وبالتالي من يطالب هنا بانفصال تركستان الشرقية باعتبارها إقليما تابعا للصين الشعبية، فإن ذلك يفتح الباب أمام صراعات وقضايا الأقليات والقوميات في العديد من دول العالم، وهذا مرفوض، لأن معظم دول العالم بها أقليات. ولو تم النظر إلى القضية التركستانية باعتبارها قضية انفصال ستصطدم بكثير من معظم السياسات الرافضة، بما فيها تركيا، بما فيها سوريا، بما فيها إيران، بما فيها العراق، بما فيها لبنان، بما فيها اليمن، لأن قضية الانفصال قضية حاسمة وهناك سياسة واضحة تجاه القضايا الانفصالية. ولكن إذا تم التعاطي مع القضية التركستانية باعتبارها قضية استقلال، وهذا ما يجب أن يكون. لماذا؟ لأن هناك كما ذكرت لحضراتكم هي دولة محتلة منذ 49 تسعى للاستقلال، وبالتالي عندما نتحدث هنا لا نتحدث عن إقليم، لا نتحدث عن أقليات، لا نتحدث عن حركة تمرد، ولكن نتحدث عن دولة تخضع للاحتلال منذ 1949 وتسعى للاستقلال. هذا فارق في المعادلة. أيضا هناك إشكالية أخرى مهمة بنختم بها دكتور، واكتشفتها أو وقفت عليها من واقع عدد كبير من الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي حضرتها خلال العام الأخير. نحن في أكاديمية العلاقات الدولية كان لنا شرف تنظيم ندوة حول مسلمو تركستان الشرقية إبادة ممنهجة في 4 يناير 2022. على خلفية هذه الندوة تعددت المداخلات. ذهب البعض إلى أنه يجب أن يصمت التركستانيون الآن ولا يتحدثوا في انفصال، لأن الحديث في الانفصال والاستقلال من شأنه فتح المجال أمام تفكيك الصين. ومن وجهة نظرهم نحن نحتاج إلى الصين لتكون دولة عظمى تواجه الولايات المتحدة الأمريكية فتصعد بقوتها وتتراجع الولايات المتحدة فيكون ذلك لصالح قضايانا الأخرى. هذا غير دقيق، لأنه في الأخير عندما نتحدث عن قضايا كبرى، لدينا القضية الفلسطينية، لدينا القضية السورية، لدينا القضية اليمنية، لدينا القضية الصومالية، لدينا معظم الدول العربية والدول الإسلامية بها قضايا وبها تحديات. وبالتالي عندما نرتب أولويات ليس مطلوبا منا ترتيب أولويات، ليس مطلوبا ترتيب أولويات في إدارة هذه الملفات، ولكن المنطق الاستراتيجي لإدارة مثل هذه الصراعات أن يرتكز بالدرجة الأولى على أن لكل قضية من يدافعون عنها ابتداء، وطالما أن هناك ما يجمع بينهم فإنهم في دفاعهم عن قضاياهم يجب أن يكون بينهم تنسيق وتخطيط وتنظيم مشترك وتعزيز لمصادر القوة الذاتية والمشتركة ورأب لأوجه الخلل التي يعانون منها واستفادة من الفرص المتاحة والتعاون في مواجهة التهديدات القائمة. بمعنى لا مجال للقول بأن للقضية الفلسطينية الأولوية عن القضية التركستانية، لا مجال للقول بأن للقضية السورية الأولوية عن القضية التركستانية،
لكل قضية أصحابها يدافعون عنها، ولكن هناك ما يجمع بينهم، ويجب أن ينسقوا فيما بينهم في إدارة قضاياهم الاستراتيجية.